يرفض أن يتلقى دروس في هذا المجال، خاصة من طرف من ينتهكون حقوق الإنسان بطريقة ممنهجة. ومن يريد المزايدة على المغرب فعليه أن يهبط إلى تندوف ويتابع ما تشهده عدد من المناطق المجاورة من خروقات لأبسط حقوق الإنسان. ورغم المحاولات اليائسة لخصوم المغرب للمس بسبعته وسيادته، فإننا سنواصل التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع مبعوثه الخاص ومع الدول الصديقة من أجل إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية في إطار مبادرتنا للحكم الذاتي المشهود لها بالجدية والمصداقية وبروح الواقعية. كما لن نرهن مستقبل أقل من الجنوبية بتطورات قضية الصحراء على المستوى الأممي، بل سنواصل النهوض بالتنمية الشاملة